بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الصيادين الغير شرعيين وهم ناصبين فخ المجموعة من الأسود، وبمجرد ما الأسود دي بتنجذب للفخ بيضربوا عليهم نار، وفعلا بيقدروا يقتلوا كل الأسود إلا واحد بس قدر يهرب منهم، فاتنين منهم بيروحوا يدوروا على الأسد اللي هرب، وواحد منهم بينور الكشاف اللي معاه، فبيلاحظ إن آثار رجلين الأسد ده كبيرة جدا، ولما بيبص وراه بيلقى صاحبه اختفى من المكان، والباقيين بعد ما بيحملوا الأسود المقتولة على العربية بيتحركوا بالعربية، لكن واحد منهم بيروح يشوف الاتنين التانيين اتأخروا ليه، فبيتفاجئ بواحد منهم جاي عليه وهو وشه متشوه، ولما بيجي يهرب بيقع في فخ من الفخاخ اللي هم ناصبينها، وفجأة الأسد بيجي يهجم عليه. وبعدين بنشوف شخص اسمه نيتو هو راكب طيارة ورايح جنوب أفريقيا في رحلة سفاري، وبيكون معاه في الطيارة بناته الاتنين نورا وميرا، ونورا وميرا بيفرحوا قوي لأنهم أول مرة يشوفوا جنوب أفريقيا، ولما بيوصلوا هناك فعلا بيستنوا في استراحة هناك لغاية ما صاحب نيت يجي ياخدهم، وفعلا بيجي صاحب نيت اللي اسمه مارتن عشان ياخدهم، وبيكون فرحان جدا لأنه بقاله كتير ما شافش نيت ولا بناته، وبعدين بياخدهم بالعربية عشان يوديهم لبيته، وهم في الطريق بيكون ميرا فرحانة جدا لأنها أول مرة تشوف القرية اللي أمها اتولدت وعاشت فيها، وبعدين بيوصلوا لبيت مارتن فعلا، ولما بيدخلوا البيت ميرا بتشوف صورة أمها الميتة متعلقة على الحيط، وبنعرف إن مارتن يبقى صديق أمها وهو اللي كان معرف أمها على أبوها، وبعدين بيغيروا هدومهم وبيقعدوا كلهم عشان يتعشوا مع بعض، لكن بنلاحظ إن ميرا عندها مشاكل مع أبوها لأنه ما كانش موجود مع أمها لما أمها كانت عندها السرطان وماتت بسببه، ونيت بيحاول يفهمها إن في الوقت ده كان هو وأمها متطلقين وإنه ما كانش يعرف إن عندها السرطان، وميرا بتسيبه وبتدخل جوه وهي متضايقه جدا، ونيت ومارتن بيخرجوا يقعدوا مع بعض، ونيت بيقول لمارتن ان ميرا عندها حق، وبنعرف من كلامه انه هو دكتور وكان المفروض يلاحظ ان طليقته عندها السرطان من غير ما هي تقوله، وبنعرف كمان من كلامه ان بنته ميرا هي كمان عندها السرطان، وانه خايف لا ميرا تسيبه وتموت زي ما مراته سابته. وتاني يوم الصبح بيجهزوا نفسهم عشان يطلعوا رحلة سفاري، ومارتن بيكلم واحد صاحبه اسمه بانجي وبيطلب منه يقابله عند المدرسة المهجورة، وهما في الطريق للمدرسة المهجورة بيشوفوا مجموعات كتيرة من الحيوانات المختلفة لغاية ما بيوصلوا عند المدرسة المهجورة فعلا، وهناك بيقابلوا بانجي صاحب مارتن وبيتعرفوا عليه، وبيكونوا واخدينهم عشان يفرجوهم على مجموعة من الأسود الموجودة هناك، وبانجي بيحضر بندقية التخدير تحسبا لأي ظروف طارئة، ومارتن بيقول لهم إن المجموعة دي مكونة من ذكور ولبؤات، وان اللبؤات بتخرج للصيد والذكور بيحرسوا باقي المجموعه من اي اسود غريبه عن المجموعه، وبعدين مارتن بيروح يقرب من الاسود وهو مش خايف منهم، وميرا بتسال بانجي هو ازاي مارتن مش خايف من الاسود، فبانجي بيقول لها لان مارتن هو اللي مربي الاسود دول لما كانوا اشبال، وبعد ما كبروا هو اللي اطلقهم في البريه، وفعلا الذكور اول ما بتشوف مارتن بتجري عليه وبتحضن فيه، ومارتن هو كمان بيحضنهم وبيلعب معاهم، لكن مارتن بيلاحظ ان فيه واحده من اللبؤات متصابه، وبيشك ان الصيادين الغير شرعيين هم اللي عملوا فيها كده، وبيقول لي نيت احنا هنعدي في طريقنا على قرية عشان اسأل اهل القرية لو شافوا الصيادين وهم بيضربوا نار على الاسود، وهم في الطريق مارتن بيشرح لهم ليه الصيادين الغير الشرعيين بيعملوا كده، وانهم بيصطادوا الاسود عشان يبيعوا عظمهم واسنانهم في السوق السوداء، وفعلا بيوصلوا عند القرية اللي مارتن رايحها، لكن لما بيدخلوا هناك بيلاحظوا ان فيه صمت غريب في المكان، وبعدين مارتن بينادي على نيت وبيقول له خلي البنات عندك وتعالى اوريك حاجة، وفعلا نيت بيقول للبنتين ما تتحركوش من هنا وبيروح هو لمارتن، لكن لما بيروح لمارتن بيلقى اهل القرية كلهم مقتولين بطريقة وحشية جدا، ومارتن بيشك ان فيه اسد هو اللي عمل فيهم كده، وبيقول لنيت طالما الضباع لسه ما جاتش لغاية دلوقتي على ريحة الدم يبقى لسه الاسد موجود في المكان، فنيت بيروح بسرعة يطمن على بناته لكنه مش بيلقى نورا مع اختها، وبيبدأ يدور على نورا في كل مكان في القرية لغاية ما بيسمع صوت صراخها، ولما بيجري على صوت صراخها بيلقى نورا مصدومة لانها شاف الست مقتولة هي والبقرة بتاعتها، وبعدين بيتحركوا بالعربية بسرعة، ومارتن بيحاول يكلم بنجي على اللاسلكي لكن بتكون الجبال حاجبة موجات اللاسلكي، وفجأة بيلقوا راجل متصاب قدامهم على الطريق، ولما بينزلوا يطمنوا على الراجل ده بيقول لهم ان هو خرج هو واتنين كمان عشان يطاردوا الاسد، لكن الاسد قتل الاتنين اللي معاه وهو قدر يهرب منه، ونيت بيروح بسرعة للعربية عشان يجيب شنطة الاسعافات الاولية، ومارتن بيسمع صوت الاسد فبيروح يدور عليه، ونيت لما بيرجع للراجل ده بيلاقيه مات، وبيحاول يعمل له
انعاش لكن بدون فايدة. ومارتن وهو بيدور على الاسد بيوصل لبركة صغيرة وبيلقى هناك اثار رجلين الاسد وبيعرف انه اسد ضخم، وفجأة الاسد بيهجم عليه من ورا وهو بيضرب نار عليه. ولما نيد بيسمع صوت ضرب النار بيروح يطمن على مارتن، لكن وهو رايح لمارتن بيشوف الاسد جاي عليه من بعيد، فبيجري على العربية باقصى سرعته لغاية ما بيدخل العربية على اخر لحظة قبل ما الاسد يلحقه. والاسد بيطلع فوق العربية وبيحاول يدخل لهم وهم مرعوبين منه جدا، لغاية ما بيدخل من الشباك وبيمسك نيد. لكن ميرا بتسوق العربية بسرعة ونيد بيضربه برجله وبيوقعه بره العربية، لكن ميرا بتخبط العربية في شجرة والعربية بتقف على منحدر عالي. ونيد بيهدي بناته اللي بيكونوا مرعوبين جدا وبيحاول يدور العربية لكن مش بتدور معاه. وفجأة بيسمع صوت مارتن على اللاسلكي، وبيكون مارتن قاعد جنب شجرة في نص البركة وبيقول لنيد ان الاسد عوره في رجله وفي شريان عمال ينزف. فنيد بيقول له سخن السكينة اللي معاك بالولاعة على قد ما تقدر وبعدين اكوي الشريان بالسكينة عشان توقف النزيف. وفعلا مارتن بيعمل كده، واول ما بيكوي الشريان بيصرخ صرخة شديدة، فبيسمعوا صوت الصرخة بتاعته. ونيد بيقول له انت قريب مننا وانا هاجي اخدك. ومارتن بيقول له لا ما تجيش عشان الاسد واقف قدامي دلوقتي وباصص عليا. فميرا بتقول لهم هو احنا مش معانا بندقية تخدير في العربية؟ فنيد بيبدأ يدور على بندقية التخدير لغاية ما بيلقى صندوق حديد في العربية، وبيمسك حديدة وبيكسر القفل بتاع الصندوق، وبيلقى شنطة جوه الصندوق فيها بندقية التخدير فعلا. ونيد بيحضر البندقية وبعدين بيطلع فوق سطح العربية عشان يدور على الاسد. وبيسأله مارتن على اللاسلكي انت فين بالظبط؟ فمارتن بيقول لهم انا جنب فنار الصيادين. فميرا بتشوف الفنار من بعيد وبتخرج من العربية عشان تروح لمارتن، وابوها بيقول لها ارجعي للعربية لكن هي مش بتسمع كلامه. وفجأة الاسد بيجي من ورا نيد وبينط عليه ونيد بيقع على الارض، فبينزل استخبى تحت العربية بسرعة والاسد بيحاول يوصل له لغاية ما الاسد بيبعد عنه. فنيد بيمد ايده وبيجيب سلاح التخدير، لكن الاسد بيكمل هجوم على نيد وبيحاول يوصل له لغاية ما نورا بتفتح ازاز العربية وتطعنه بحقنة التخدير. وفعلا الاسد بيبعد عنهم وهو بيفقد الوعي. وميرا بتوصل عند مارتن فعلا وبتسنده عشان ترجعه للعربية، وابوها بيكلمها على اللاسلكي وبيقول لها انتوا فين؟ فبتقول له انا جايبه مارتن وجايه. وفعلا بيرجعوا للعربية ونيد بيبدأ يعالج مارتن من الاصابة اللي في رجليه، لكنهم بيلمحوا الاسد رجع تاني وحقنة التخدير ما اثرتش فيه. وبعدين الليل بيليل عليهم ومارتن بينام من التعب. وميرا بتحاول تتواصل مع اي حد على اللاسلكي لكن بدون جدوى. ونيد بيقول لهم احنا لازم ناخد بالنا من ازايز الميه كويس لاننا مش عارفين هنقعد هنا قد ايه. وبعدين مارتن بيصحى من النوم وبيقول لنيد انه اول مره يشوف حاجه زي كده في حياته، وان اكيد الصيادين الغير شرعيين قتلوا عيله الاسد ده وهو دلوقتي بينتقم لعيلته. وبعدين بيناموا كلهم، لكن نيد بيصحى من النوم مش بيلقى حد معاه في العربيه، وبيتخض على بناته جدا وبيحاول يفتح الباب وما بيعرفش. فبينور نور العربية بيلقى الأسد هجم على بناته الاتنين، لكنه بيصحى من النوم وبنكتشف إن ده كان حلم. ونيد بيقول لميرا إنه بيحبها قوي زي ما كان بيحب أمها، وإنه كان ناوي يرجع لأمها لكن الموت أخدها منه. وبعدين بيلقوا نور عربية بيقرب منهم وبيعرفوا إنهم مجموعة من الصيادين الغير شرعيين لما بيلقوا معاهم أسلحة. فنيد بينزل يتكلم معاهم لوحده وبيحكي لهم على كل حاجة حصلت معاه، وبيطلب منهم إنهم يوصلوه بالعربية وهيديهم الفلوس اللي هم عايزينها. لكن لما واحد منهم بيروح يبص في العربية بيلقى مارتن فيها، فبيرفعوا كلهم الأسلحة لأنهم يعرفوا مارتن كويس، لأن مارتن بيحارب الصيادين الغير شرعيين وقتل 3 منهم قبل كده. وفجأة بيجي الأسد وبيهجم على واحد فيهم، والباقيين بيروحوا يطاردوا الأسد عشان يقتلوه. ونيد بيروح يبص في عربية الصيادين مش بيلقى المفاتيح فيها، فبيرجع يقول لهم إنه هيروح وراهم عشان يجيب المفاتيح لأنه شاف الشخص اللي كان سايق العربية ويعرف شكله. ولما بناته بيعترضوا على الموضوع ده بيقول لهم إن دي فرصتهم الوحيدة عشان يخرجوا من هنا، وبيقول لهم مهما يحصل ما تنزلوش من العربية، ولو حصل اي حاجة كلموني على اللاسلكي. وفعلا نيد بيروح وراهم وبيدور على السواق، فبيلقى ناس كتيرة منهم مقتولين على الارض لغاية ما بيوصل للبركة، فبيشوف السواق مقتول على الناحية التانية من البركة، فبيروح يلف للسواق لكنه بيلمح الاسد قريب منه، فبسرعة بيستخبى ورا شجرة قبل ما الاسد يشوفه. لكن ميرا بيتكلموا على اللاسلكي ونيد بيحاول يكتم صوت اللاسلكي، فالاسد بيسمع صوت اللاسلكي وبيروح هناك عند الشجرة، لكن بيكون نيد قدر يستخبى فوق الشجرة، لكنه بيتفاجئ بتعبان على الشجرة بيقرب منه. ولما التعبان بيهجم عليه نيد بيمسكه على اخر لحظة وبيرمي التعبان على الاسد، والاسد بيسيب المكان بسرعة. وبعدين نيد بينزل البركة عشان يروح للسواق، لكن بيلقى الاسد رجع تاني للبركة، فبسرعة بيستخبى تحت شجرة واقع على البركة. والاسد بيسمع صوت حركته لكن بيدور عليه ومش بيلاقيه. وبعد ما الاسد بيمشي نيد بيتحرك بالراحة في البركة لغاية ما بيوصل للسواق، وبيدور في جثة السواق لغاية ما بيلقى مفاتيح
العربية، وقبل ما يرجع للعربية بياخد السلاح اللي مع السواق. ونورا وميرا وهما في العربية فجأة الأسد بيجيلهم هناك، والأسد بيحاول يدخل العربية وهما مرعوبين منه جدا، لغاية ما الأسد بيهجم فجأة على العربية وبيكسر الإزاز بتاعها. لكن مارتن بيزنق راس الأسد بكتفه لغاية ما نورا وميرا بيخرجوا من العربية من ورا، والعربية بتتقلب بمارتن والأسد من على المنحدر، والأسد بيترمي جنب العربية، ومارتن بيلقى البنزين بتاع العربية بينقط عليه، والأسد بيحاول يدخل لمارتن العربية، فمارتن بيمسك الولاعة وبيفجر العربية بيهم هما الاتنين. ونيد بيسمع صوت الانفجار من بعيد فبسرعة بيجري عليهم، فبيلقى بناته مستخبيين في عربية الصيادين، لكن ميرا متصابة في جنبها، ونيد بيضغط على الجرح عشان يوقف النزيف، وميرا بتتألم جدا. ونيد بيروح يبص على مارتن فبيلقى النار ولعت في العربية، فبيزعل على صاحبه جدا، وبعدين بيتحرك بالعربية بسرعة عشان ينقذ بنته. لكن لما بيلقى العربية قربت تشطب بنزين بياخد بنته للمدرسة المهجورة، ولما بيوصل هناك بيشيل بنته عشان يدخلها للمدرسة المهجورة، وهناك بيحط ميرا على ترابيزة وبيبدأ يدور على أي حاجة يعالج بيها بنته، لغاية ما بيلقى ازاز الكحول فبيروح يطهر بيها الجرح بتاع بنته، وبعدين بيربط على الجرح جامد عشان يوقف النزيف، وبيقول لنورا خلي بالك من أختك لغاية ما اروح ادور على مية نشربها. وفعلا نيد بيروح يدور على مية، لكن في اللحظة دي ميرا بتلمح الأسد وصل عندهم في المدرسة، وبسرعة بيتداروا هما الاتنين منه، لكن الأسد عمال يشمشم على ريحة الدم بتاعت ميرا، ونيد بيسمع صوت صراخهم فبسرعة بيجري عليهم وبيضرب نار على الأسد، والأسد بيجري منه، ونيد بيشيل بنته وبيدخلها فصل من الفصول وبيقفل عليهم الفصل كويس، وبعدين بيقول لهم أنا جات لي فكرة عشان نتخلص من الأسد، وبيطلب منهم إنهم يثقوا فيه، وبيقفل عليهم الفصل كويس وبيقول لهم ما تخرجوش من هنا أبدا، وبيروح يستدرج الأسد عشان يجري وراه، وبنكتشف إنه واخد الأسد لمنطقة الأسود اللي فيها الأسدين اللي مارتن مربيهم، لأنه افتكر كلام مارتن لما مارتن قال له إن الأسود بتحمل مجموعة من أي أسود غريبة عليهم، والأسد بيهجم على نيد هناك، ونيد بيحاول يقاوم الأسد بكل قوته، والأسد عمال ينهش في لحمه، والموضوع ده بيستمر شوية لغاية ما الأسدين اللي مارتن مربيهم بيلمحوا الأسد الغريب فعلا، وأثناء ما الأسد بيهجم على نيد بيقدر يطعن الأسد بالسكين، وده بيعطل الأسد شوية لغاية ما الأسدين التانيين بيجي يشتبكوا معاه، ونيد بيحاول يزحف بكل قوته عشان يبعد عنهم لغاية ما بيلقى بانجي صاحب مارتن جاي عليه، وبعدين بانجي بيوديه للمستشفى، ولما نيد بيفوق بيلقى بناته جنبه وبيقولوا له ان بانجي هو اللي جابهم للمستشفى، وان الاسدين بتوع مارتي قتلوا الاسد المتوحش، وبيكونوا فرحانين جدا انهم قدروا يخرجوا من هناك عايشين، وبيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.